تتمة المقطع ما كملناش. مهم بالنسبة للناس اللي عندهم نقصان في الساعات، ما يمكنش النقصان يحدث وانت او انتي ما دازش عليك، ما كملتيش، يعني ما دازش عليك العام على اول مقطع دار. لكن ممكن يكون نقصان إذا كانت مشاهدات مبالغ فيها. بمعنى في بعض الأحيان كنضطروا أننا نديرو مشاهدات مبالغ فيها، يعني أدريس IP واحد ديال واحد الجهاز كيبقى يشوف مشاهدات كتيرة. بطبيعة الحال تيكون شك في داك مصدر المشاهدات كتبان، يقدر العداد يبان لك مثلا واحد العدد معين ديال الساعات اللي انت ما كتحصلش عليهم بواحد بالصفة اللي منتظمة. يعني في واحد يوم عندك واحد المعدل، مثلا عارف اليوتيوب واحد المعدل قناتك هي اللي كتدخلو، ملي كيكون واحد العدد مبالغ فيه، مثلا انت عندك معدل ديال الساعات اليومية ما بين نقدروا نقولوا مثلا 5 ساعات كأن معدل، 21 ساعة كأعلى معدل. انت كتجيك تقدر تجيك نقولوا واحد 50 ساعة تجيك. هذيك 50 ساعة اليوتيوب كيشك، خصوصا ملي كتكون هذيك 50 ساعة جاية من جهاز وحيد و أدريس IP ديال الانترنت وحيدة. في هذه الحالة كيتم نقصان هذيك الساعات لأنها كتبان مبالغ فيها. داكشي علاش حنا كنحثو القنوات أنها تعطي المشاهدات، ما تحاسبش في المشاهدات كاملة. وكنحثو القنوات أنها مدة المقاطع نتاعها تكون طويلة. الخطأ اللي كيديروا القنوات كيديروا مقاطع قصيرة، ما كيديروش حفلات يوميا. مثلا كاين حلول تقدر دير مقاطع نتاوعك، دير مقاطع خاصين بك، اللمسة متاعتك. ما تشوفش شي مقطع في اليوتيوب تاخدو تحيد عليه، تضيف عليه شي تحسينات ولا شي حاجة، هذيك تخربيقة. ما ننصحكش دير هاد الشي هذا، لأنه ملي غتكمل. وهذه نصيحة من عندي أنا، وهذا الشي اللي درت أنا. شنو درت أنا باش كملت الساعات وما لقيتش مشاكل؟ حاولت أن المقاطع يكونوا متوعين، ما خديتش لا صورة لا صوت لا مقطع فيديو، حتى حاجة ما خديتها. جميع المقاطع متوعي، الصوت متاعي ما خديت حتى حاجة، لأنه
ملي كتاخد صورة ماشي متاعك او كتاخد مقطع ماشي متاعك وكتضيف ليه الصوت متاعك، او كتاخد الصوت وكدير المقطع يعني الصورة متاعك، كطيح في مشاكل يقدروا يجيوك عليها انذارات، يقدر يتسببوا لك في مشاكل انت في غنى عليها. بغيتي ديما ندير واحد لمسه خاصه بيا، ما ناخذ حتى شي حاجه ديال شي واحد ديال شي قناه ياك. اوكي، ممكن الى عندي انترنت مزيانه ممكن بهذه الطريقه مثلا انا ممكن انا نصور بهكا ونخلي الهاتف نتاعي يصور، وهذيك المدة تكون طويلة نصف ساعة أو ساعة أو أكثر. مزيان. بالنسبة ممكن ندير واحد اللايف مثلا في الليل، ندير واحد اللايف ويكون عندي حاسوب بحال هكا مثلا فيه المونتيلاتور كتحرك كدور، ممكن يسجل هذاك الصوت ديال الفونتيلاتور. الا كان امكن تكون شي اضاءة مثلا والشاشة شاعلة بحال هكا انها تسجل. المهم نحاول ان الصورة السوداء ما تكونش، تكون اضاءة وكيسجل اكبر مدة ممكنة. الى ممكن انا دفعت المراجعة مقاطع اللي فايتة 5 ساعات وتقبلات. علاش؟ لان ما كاينش شي حاجة اللي مهم ان المحتوى متاعي وخاص بيا انا، دونك تقبلت في المراجعة ماشي مشكل. هذا فيما يخص مسألة الساعات. نرجعو للطريقة اللي تحدثت عليها وأكدت عليها على القنوات، أنهم يديروها قليل وقليل وقليل اللي تبنى هاد القضية هادي، أغلبية ما اشتغلش بها. نرجع كما كتشوفوا معايا هنا في يوتيوب ستوديو. غادي نمشيو لي كومونتير. هذا مقطع ديال التتمة نتاعتو ديال المقطع، وهذا الاولاني ما كملناش هذا التتمة نتاعو. ناخذ مثلا هاد القناة وصفات الأمل مجاولتها. شوف القناة كيفاش دايرة، وقدرات انها تبين لي انا كقناة اللي كنتفاعل معها انها قناة متميزة عن باقي القنوات. علاش؟ الكلام اللي قلنا تطبق. شنو بمعنى؟ ما كاينش شي طريقة في اليوتيوب اللي كتبين لك الناس اللي كيتفاعلوا معك وكتعطيك بالتدقيق وكتميز
قالت لك هاد القناة على الاخرى ما كايناش، بلا ما تصدعوا راسكم، راه ما كايناش. تكلمنا على ميزة التوقيت، قلنا بانها اليوتيوب دار هذيك الميزة اللي فاشلة تماما. كيفاش؟ مثلا انا في هذا المقطع هذا اللي هو غنرجع لهنا، غيعطيني اخر مقطع هو هذا، داز هذيك عام ولم تستطع جمع 4000 ساعة. غنرجعوا لي كومونتير. هنا كنشوف ان هاد القناة مع هاد القناة ما يمكنش ليا نعرف كل قناة المشاهدة اللي دارت. كيفاش؟ بمعنى اللي غنركز عليه هو خصنا نعرفو ان المقاطع، انا علاش كنتحدد كنقول بان القناة خصها تحقق الشروط الاولانية ديال الاشتراك والساعات في اقرب وقت، ما تعطلش باش تخدم على الدولار، وتستافد من المقاطع. بمعنى انا انشأت واحد القناة في واحد التاريخ، تعطلت، داز عليا سنين دازت، هادوك المقاطع كيديروا مشاهدات، ما كنستافدش منهم من الناحية المادية. دابا اغلب القنوات كيظنوا ان عدد ديال المشاهدات هو مناش كيكون الربح. هذا خطأ، هذه نظرية خاطئة تماما. الربح عنده علاقة بالإشهار، الربح عنده علاقة بالمقطع شحال فيه من إشهار، الربح عنده علاقة بمدة المقطع. كلما درنا مقاطع طويلة فايتة 10 دقائق، إلى أمكن نديرو فيها 30 دقيقة ونكترو فيها الإشهارات، يكون أحسن وأفضل، وغادي نستافدو ونرجع نبين لكم باش نفهمو مزيان. مثلا تكلمت على أين قناة، تكلمت على وصفات الأمل وجولتها. فين مشات لينا؟ نعتذر على الغياب، ياك نعتذر على الغياب. غادي ندخل لهنا، عندي جوج المشاهدات، جوج ديال المشاهدات هما جوج، ياك غادي ندخل لهنا، نفس العملية كندير ونشوف. فوالا 41 دقيقة. شكون هاد القناة في نظركم اللي غتعطيكم 41 دقيقة؟ جيبوها ليا. فين هي هاد القناة؟ شوفوا معايا شحال من قناة اللي فاتت الساعة، شحال. باش كنقول لكم ان الباقية راه زايدين، كتضيع معاهم الوقت، ما كتستافد معاهم بوالو، وكيهرسوا لك المقطع، ياك. نرجعو عاوتاني نوريكم قناة واحدة اخرى. ناخدو هاد محمد نصر الله. المقطع اللي مشات ليه ما بين مقطع ومقطع ها هو تعليق ديال اسبوعين، نفس
المسألة كنديرو اللي مهم عندي ملي كنمشي لهنا كنلقى مشاهدة واحدة ياك. هاد المقطع فات عليه 90 يوم. شحال 18 دقيقة. شكون هاد القناة اللي تعطيك 18 دقيقة؟ شكون هاد القناة؟ فين هي؟ وروها ليا. تعطيك 18 دقيقة ديال المشاهدة ما تلقاهاش. تشوفوا قناة واحدة أخرى. تقريبا نعرفوا منايا قنوات معروفين نفس الشيء. ها هو، ها هي أم محمد نصر الله هنا. ها هي 9 دقائق 41 ياك. نوريكم قناة واحدة أخرى عاوتاني. هي أعمال بسيطة مع ملكة. شوفوا معي ما بين التعليق كاين جوج قنوات، ما بين تعليق وتعليق 3 أسابيع. شحال 48 ياك. غنوريكم واحدة اللي زوينة واحدة غنوريها لكم زوينة تعجبكم. هيا أعمال بسيطة مع ملكة ياك. نعتذر عن الغياب ياك. هيا شنو هي هادي؟ مشاهدة كاملة وربي يهدي الجميع ياك. شوفوا معي مشاهدة كاملة. شنو عندي هنا؟ شوفوا معايا شحال هادي كاينه هنا عندي ثانية وكاينه 2 دقائق. كاين عندي هنا دقيقة. كاين عندي هنا 39 ثانية. وكاين عندي هنا شحال 15 41. شكون في نظركم مول المشاهدة الكاملة؟ شكون 15 41؟ السيدة قالت لنا مشاهدة كاملة ياك. شوفوا المقطع شحال فيه 15 41. المقطع شحال فيه 15 41. شكون صاحبة المشاهدة؟ باينة أصلا. أعمال بسيطة مع ملكة صاحبة المشاهدة باينة. قالت مشاهدة كاملة عاطيانا ديجا أنها عارفينها كدير مشاهدة كتعطيك مشاهدات ياك. وشوفوا معي نوريكم واحد المقطع غتموتوا بالضحك. انا بعدا ما نقدرش، ضميري ما يسمحش لي انني ندير هادشي. ضميري ما يسمحش لي وما نقدرش. كل واحد وضميره سبحان الله. ناخذ مثلا هذا ناخذ هذا مثلا. هو
نوريكم بعدا الربح نتاعو. شوفوه بعدا اش كنهضر لكم على معليش. شوف دقيقة، مقطع فيه ساعتين، دقيقة 28 ثانية 53 ثانية. عيب مقطع فيه 2 دقائق ونعطيه دقيقة ثواني. عيب، ما نقدرش والله، ما نقدرش، ضميري ما يسمحش لي. مقطع فيه ساعتين نعطيه دقيقة ولا؟ عيب والله عيب. كل واحد سبحان الله، كل واحد ضميره سبحان الله، كل واحد لا إله إلا الله، كل واحد ضميره. بالنسبة كان واحد التعليق ديال واحد القناة وقيلا كاين، شوف فوالا. ياو السلام عليكم. ما فهمت والو، هذا المقطع عشوائي، وكنشوف القنوات الكذابة كيقولوا ما شاء الله عليك وعمل رائع. اولا الصوت منعدم، ثانيا الفيديو بالمقلوب، عذرا هناك صوت قبل ولكن الصورة ما زالت مقلوبة. بالنسبة للصورة، حينت ملي كنت كنصور هذيك البوزيسيون متاع الهاتف كان واقف، حيت داك الروطاسيون ديال التصوير ما رديتش ليها البال، حيت كنظن شنو كتسمى روتاسيون اوتوماتيك. وي، هذيك الروتاسيون اوتوماتيك الا كانت ما مديكوشياش بحال ما مفعلاش كيبقى يصور لك بالمقلوب، واخا انت حاط الهاتف ما واقفش ناعس غيعطيك الصورة مقلوبة. بالنسبة لللايف كو كان مقطع ممكن نصلحو. بالنسبة لللايف اظن ما عنديش شي فكرة، ما يمكنش. بالنسبة لللايف ما عندكش كيفاش ديت حتى تصلحو، لان اليوتيوب هو اللي كيدير التنزيل نتاعو، ماشي حنايا اليوتيوب اللي بالنسبة للمقاطع حنا اللي كنديرو التنزيل نتاعها. بالنسبة لهذا راه مهم، ما عليناش. بالنسبة هذاك كلام نتاعها. بالنسبة للتقييم ما نقدرش نقيم واحد المقطع نقول بأنه مزيان ولا ما مزيانش. اللي عندنا حنا مهم، عندنا حنا كقنوات اللي يلاه كيبادين، خصنا نساندو بعضنا البعض، نعاونو بعضنا البعض، نوقفو بجنب بعضنا البعض.
ما دمنا ما كنسبوش الاخرين، ما كنديروش شي محتوى اللي كيخدش الحياء، كيعطي شي محتوى اللي سلبي على الاخرين، فما يمكنش نقولوا بان هذاك المحتوى راه سيء. علاش؟ ربما حيت الصوت ما كاينش، الصوت رديء، الصورة ماشي هي هذيك، لا كاليتي ماشي هي هذيك. هادشي بالنسبة لي انا كنشوف كنعطيش له اهمية. ربما ملي غيكونوا عندنا مشاهدين حقيقيين غيكون كلام آخر. بالنسبة للناس اللي ما شافوش المقطع، أنا أعارض هذه المسألة بالمنطق. ما يمكنش نشاهد الكل ونعرف المحتوى علاش كيتكلم ديال الكل. إلا قلت هاد المسألة هذه فأنا منافق، وأنا منافق وكذاب. في نظري ربما نقدر واحد المقطع من المقاطع نشوفه نسمع ونعرف علاش كيتحدث، ويكون بالنسبة لي أنا شرف لي أنني نسمع لهذيك القناة، نعرف علاش كتحدث وشنو الفكرة اللي بغات توصل لينا. لكن ما يمكنش نعرف المحتويات ديال الجميع ونعرف شنو الفكرة اللي باغي